هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعات الأسبوعي اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ أحمد نقاش مسؤول مكتب الإعلام والثقافة في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. وجاء اللقاء في محاور تناقش الإعلام الإريتري وتحدياته. قبل اللقاء أقدم لكم نشرة للأخبار مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، فيما يلي أبرز عناوينها: نجاح منقطع النظير لحفل إطلاق كتاب إريتريا والشرعية السياسية في باريس. خروج الرئيس الأمريكي من المستشفى يهدد بنشر الفيروس في البيت الأبيض. مخاوف من انتشار حمى الكنكشة في غرب السودان. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، كانت تلكم عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ذكرت صحيفة السياسي السودانية الصادرة إلكترونيا وموقع أدوليس الإخباري بأن التجمع الإريتري في باريس نظم في ظهر يوم السبت الماضي حفل تقديم كتاب إريتريا والشرعية السياسية، والذي صدر لفتحي عثمان مؤخرا عن دار رفيقي للنشر والتوزيع. في البداية قدم الأستاذ محمد عمر إدريساي تعريفا بالكاتب وعرضا لسيرته ابتداء من نضاله في الحركة الطلابية الإريترية في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، انتهاء بعمله في وزارتي الإعلام والخارجية ومكتب رئيس دولة إريتريا، وعمله في السفارات الإريترية حتى انشقاقه عن النظام عام 2012. بعد ذلك قدم الأستاذ إدريس خليفة عرضا للكتاب الذي يقع في 285 صفحة من الحجم المتوسط، وأشار الأستاذ خليفة إلى أنه الإصدار الثاني للمؤلف بعد كتاب إريتريا من حلم التحرير إلى كابوس الدكتاتور، والذي صدر عام 2014. وأكد الأستاذ إدريس خليفة بأن الكتاب يعتبر أول كتاب يتناول الشرعية السياسية في إريتريا منذ فترة الاستعمار الإيطالي وحتى فترة التسوية الفيدرالية. بعد ذلك تحدث المؤلف مبينا دوافعه من تأليف الكتاب بالقول أن مفهوم الشرعية السياسية بجوانبه القانونية والسياسية هو أفضل مدخل لدراسة الأزمة الحالية في إريتريا وتبين ماضيها وحاضرها ومستقبلها. بعد ذلك جاوب المؤلف على أسئلة الحضور ووقع النسخ أيضا للحضور. وشهد الحفل تجمع مقدر من الجالية الإريترية في باريس وليون ومدينة أونجي غرب فرنسا. الجدير بالذكر أن الكتاب سيتوفر في جناح نرتقي في معرض الكتاب بقاعة الصداقة، والذي تبدأ فعالياته عند الساعة 5 من مساء اليوم في الخرطوم. ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفى قبل انتهاء فترة الحجر الصحي والعلاج قد تؤدي إلى نشر فيروس كورونا في أوساط موظفي البيت الأبيض، حيث أشارت هذه الوسائل إلى أن أعداد الإصابات في أوساط الموظفين في البيت الأبيض تتزايد. وكان الرئيس ترامب قد صرح بأنه يشعر بتحسن كبير لم يشعر به منذ 20 عاما، وأنه سيعود لمواصلة حملته الانتخابية. من ناحية أخرى قال طبيبه الدكتور شون كونلي بأن الرئيس لا زال في مرحلة الخطر، ولكنه محاط برعاية صحية متكاملة ويتلقى العلاج بواسطة عقار ريميديسفير المخصص لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا. ومن المحتمل أن يتعرض الرئيس الأمريكي إلى انتكاسة مفاجئة في صحته، خاصة في حال عودته إلى الحملة الرئاسية والسفر والمجهود الذي تتطلبه الحملة. أكد موقع بوابة أفريقيا الإخباري المتخصص في الشؤون الأفريقية أن وزارة الصحة بولاية غرب دارفور السودانية أعلنت عن إصابة 41 شخصا بحمى الشيكوغونيا الكنكشة، من جملة 52 حالة اشتباه تم فحصها في المعمل المركزي في الخرطوم. وقال والي ولاية دارفور محمد عبد الله الدومة في إفادة لوسائل الإعلام أن الوضع مقلق، وأعلن فرض حالة الطوارئ الصحية في الولاية لمواجهة الوباء والاهتمام بصحة المواطن.
وأضاف أن لجنة الطوارئ الصحية التي تم تشكيلها ضمن مختلف الهيئات وأكدت تسخير كافة إمكانيات الولاية للحد من انتشار المرض، ونوه إلى مشاركة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الولاية كشركاء لمواجهة الوضع الصحي. وشدد الوالي على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة، كما أكد على أهمية دور الشباب والمرأة في رفع الوعي والحفاظ على البيئة ومحاربة نواقل الأمراض، إضافة إلى استخدام الناموسيات للحد من انتشار المرض. ونفى الدوما وجود حالات وفاة بالحمى رغم العدد الكبير للإصابات، وقال أن الولاية بدأت في إصحاح البيئة لكنها لم تضع حسبانها لمكافحة نواقل الأمراض بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الحالي. من جانبه قال المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية محمد يحيى أحمد أن ازدياد حالات الملاريا في الولاية دفع الوزارة إلى أخذ العينات وإرسالها إلى المعمل المركزي، والتي أكدت وجود إصابات كبيرة في كافة المحليات وبأعداد كبيرة تفوق إمكانيات وقدرات الوزارة والولاية. بهذا الخبر من السودان مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نجاح منقطع النظير لحفل إطلاق كتاب إريتريا والشرعية السياسية في باريس. خروج الرئيس الأمريكي من المستشفى يهدد بنشر الفيروس في البيت الأبيض. مخاوف من انتشار حمى الكنكشة في غرب السودان. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، كانت هذه نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إرينا الدولية في باريس. في هذه الحلقة نسعد أن نلتقي بالأستاذ أحمد نقاش، مسؤول بالمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. نلتقي لأول مرة في إذاعتكم إذاعة إرينا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرينا. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، تسلم. الله يخليك أستاذ أحمد. طبعا لو تساءلنا كمدخل لهذا اللقاء اللي حيمر إن شاء الله لحلقتين، أولا اعتبارك مسؤول مكتب الإعلام والثقافة للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، أنتم في المجلس وعلى المستوى الشخصي هل تتابع برامج إذاعة إرينا الدولية؟ نعم، نتابع منذ فترة إذاعة إرينا الدولية، ونحن مسرورون بما تقدمه هذه الإذاعة بما يهم قضية الوطن وبما المواطن الإريتري بالمتابعة قضاياه الوطنية والإقليمية. جميل. طيب، في تقييم سريع أستاذ أحمد، مجاملة يعني شنو المفقود إذاعة إرينا الدولية برأيك؟ أعتقد يعني المفقود قد يكون قليل، لكن أحيانا يعني التركيز أصحاب الشأن في اللقاءات والمقابلات، إذا يتم هذا قد يكون أفضل، لأنه كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، وده هو المطلوب. أنا اللي براه أحيانا، لكن بصفة عامة الصراحة إذاعة إرينا تقدم الكثير يعني. لو سمحت لنا، ماذا تعني بأصحاب الشأن؟ في الوسائل الإعلامية الإريترية عهدنا كثير أحيانا يستضيفون في شأن قضية أشخاص غير متخصصين في ذات المجال. يعني نحن في المجلس الوطني في كثير من الأحيان كنا نعاني في إشكالية المجلس، كان يتم استضافة غير عضوية المجلس، في حين من المفترض أنه أعداء المجلس الوطني هم من المفترض يتحدثون عن قضايا وإشكالياته وما يعانيه، وخاصة في بداية تأسيس المجلس الوطني من 2011 إلى 2013 يعني. يعني قصدك يتعلق بالأحزاب والتنظيمات، يعني أخير تنقل المعلومة مباشرة من الجهة المعنية وليس على مرحلتين يعني.
نعم، من الجهة المعنية وأصحاب الشأن المفروض أصحاب يستضافوا الشأن. نعم. في القضية لكن في ذاتها. القضايا العامة طيب، في القضايا العامة لا، في القضايا العامة أعتقد إذا برامجها حلوة وجيدة وفق متابعة لها يعني. جميل. لكن هناك من يرى أن مثلا الوطنية الآن هي قضية عامة، ومسألة التخصصية مع الإريتري بشكل عام هي إشكالية بحد ذاتها. يعني كثير من الناس اللي بيعملوا في المجال السياسي يقول لك يا أخي ديل ما متخصصين في المجال السياسي. فالحتة دي أنت كيف أستاذ أحمد، مع الاحترام الشديد للمجلس وتكوينه، نحن نتحدث بشكل عام. نعم، قضيا في قضية بشكل عام، لأنه أعتقد أي لقاء إذاعي أو صحفي هو يهدف إلى شيئين. الشيء الأول هو إعطاء الموضوع حقه من التحليل والشرح، وهنا يجب أن يأتي على أصحاب الشأن. والهدف الآخر أيضا قد يكون هدف سياسي عن وفق سياسة تحريرية لإذاعة معينة أو لوسيلة إعلامية. لكن كما ذكرت بصفة عامة المفروض قضايا تنظيمية في صراعات، على سبيل المثال أنا قلت صراعات كان يعاني منها المجلس، ولا بد أن يستضاف أعداء المجلس نفسهم. لا يمكن أن تستضيف في تحليل إشكالية المجلس ناس من خارج المجلس. قضايا لا بد كل ما كان أعطينا الحق لأهل المعرفة يكون أفضل، ويكون الإثراء أيضا في الموضوع. طيب إذا في واحد بيقول أستاذ أحمد إنه ده يعني قل أن تجد في العمل السياسي والعمل التنظيمي وما إلى ذلك أصحاب الشأن أو الناس الموجودين في المجلس أو في أي تنظيم يعني ما بيقروا الواقع، وأحيانا يكون برضو في ردود دبلوماسية في الردود، وما بيدوك الحق. أنا ما أتكلم عن المجلس لكن بشكل عام، والمعاصرة حجاب قال، وأحيانا بيجي محلل من خارج الحكومة فبيديك التحليل العميق والنقدية وثقافة النقد برضو في مجتمعنا ما هي قد. كيف ترد على من يتساءل بمثل هذا التساؤل الآن؟ نعم، أتفق جزئيا، لأن حتى الظروف للشعب الإريتري نشأ بها، حتى الفكر السياسي الإريتري نفسه يعني نشأ شمولية أكثر مما هو ناشئ في الحرية وحرية التعبير. لهذا قد تجد صعوبة أحيانا فعلا من يعطي للأمور للوضع حقه، لكن أيضا الشخص المستقل أيضا يجب أن تتحقق فيه الاستقلالية بشكل كامل. أحيانا كثير بالذات ما نلاحظه عند الإريتريين أنه هو يدعي استقلالية لا تقل في كثير من الأحيان، بما أنها هي النشأة السياسية حراك سياسي نضالي، وبالتالي ما تجد من هو مستقل أو ليس له رأي سياسي في الساحة السياسية الإريترية. لكن إذا وجد الأكاديميون المستقلون بالتأكيد سيكون أفضل في قضايا تحليلية عامة بالنسبة للقضايا السياسية الإريترية يعني. جميل، شكرا لك أستاذ أحمد. وتفتكر هذه الإشكالية الموجودة هل هي وقفا على إذاعة إرينا عدم التحدث والتركيز مع أصحاب الشأن في مناقشة قضايا معني بها كتنظيم أو كحزب كمجلس؟ هل هي مشكلة محصورة في إرينا أم هي محسوبة على تشاهد في كثير من البراصد اللي بتنشط في الشأن الإريتري؟ لا بالعكس، هي عامة ليست محصورة في إذاعة إرينا الدولية. لا بالعكس، قد تكون في إذاعة إرينا الدولية أقل مما نشاهده في الوسائل الإعلامية الأخرى يعني. موجودة بصفة عامة في الوسائل الإعلامية الإريترية. وده أيضا قد يكون كثير من الإخوة الناشطون في إعلام الإريتري ليسوا متخصصون في المجال الإعلامي، إنما هي اجتهاد من أجل تغطية ما هو ناقص في الساحة السياسية الإريترية. لكن أعتقد أن إذاعة إرينا الدولية هي أفضلهم، ونتمنى لها كل التقدم والازدهار يعني. إن شاء الله. نشكرك ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنك وظن المستمعين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، حلقة في برنامج متابعات،
ومحدثكم هو الأستاذ أحمد نجاح، مسؤول مكتب الإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. أستاذ أحمد، ما دارين نقول شاملة وما حتكون برضو مطولة، يعني تفتكر إشكالية الإعلام في إريتريا يعني قديما وحاضرا ومستقبلا، تفتكر إنه هل إريتريا شهدت إعلام إريتري يعالج قضاياها؟ أعتقد في منتصف الأربعينيات عندما كان حتى تقرير المصير للشعب الإريتري كانت في صحف حقيقة تعبر عن وجهات النظر المختلفة، وأيضا تستطيع أن هذه كان فعلا مساحة كبيرة لحرية التعبير، ممارسة الديمقراطية من خلال الأحزاب والمؤسسات، إلا أن هذه فترة قصيرة جدا كما تعلمنا. لكن في الفترة دي كان في صحف تعبر عن حقيقة الإعلام وحرية التعبير والثقافة في تلك المرحلة. لكن في مرحلة الثورة هي كان الإعلام كله موجه وفق سياسة التنظيم الذي يتبع إليه هذا الإعلام أو ذاك، وكل تنظيم كان عنده وسائله الإعلامية، وبالتالي لم تكن هناك بمعنى حقيقي أو شامل أنه كانت تعبر عن حرية التعبير بشكل مطلق، لكنها كانت تعبر في كثير من الأحيان عن وجهة نظر أو التوجه السياسي لهذا التنظيم أو ذاك. لكن أيضا الآن مع تطور وسائل الإعلام بشكل تطور التقنية، وأصبح لكل فرد أن يكون بشكل من الأشكال أو أن يعبر عن وجهات نظر. الآن أيضا حرية التعبير وإن كانت غير منظم بمعناها غير تخصصية. الآن كثير من الإخوة الذين يمارسون الإعلام قليل ما هم متخصصون في الإعلام أو في مجال الإعلامي، لكنها هي اجتهادات، لكنها مع ذلك تحمل حرية التعبير، تحمل أيضا نوع من ولو كان بشكلها الضعيف. دي هي أعتقد بشكل مختصر يعني. لكن تفتكر أستاذ أحمد إنه التخصصية والقائمين بالعملية الاتصالية معظمهم كما ترى إنه هم ما متخصصين، خلقت إشكالية في عدم تطور حرية التعبير في المجتمع الإيراني؟ تفتكر هي دي بس لوحدها أم هي مشكلة مجتمعية؟ لا يعني لها برضو خلفيات كما ذكرت في فترة المسلة، حيث التعبئة السياسية والرؤية التنظيمية المحصورة في إطار الحزب المعين، وأحيانا قد يشتغل ضد حزب معين. تفتكر هي بس محصورة في الحتة دي ولا هي مشكلة مجتمعية بشكل عام؟ أنا أعتقد هي مشكلة مجتمعية، أيضا مشكلة في نشأة الحركة السياسية الإريترية منذ كما ذكرت سابقا أنه في فترة تقرير المصير كان في نوع من الحرية. حتى الدستور الإريتري لعام 1952 كان مبني على المفهوم الديمقراطي شامل. بالتالي كان في نوع من الصيرورة للفكر السياسي الإريتري في اتجاه الديمقراطية والديمقراطية، لأنه في إفريقيا بصفة عامة إريتريا سبقت كل الدول. لكن للأسف مع بداية تأسيس حركة التحرير برضو لكن بعد بداية جبهة التحرير أصبح يتوجه، أو حتى الفكر السياسي الإريتري يتوجه إلى الفكر أكثر من الفكر الديمقراطي الذي كانت بداية انطلاقة للساحة السياسية الإريترية الفكرية. ده نقطة. والنقطة أخرى، نحن لا ننسى أحمد كمجتمع في إريتريا مكوناته مجتمع بدوي أكثر مما هو مجتمع حضري. حتى المدن الإريترية معظمها محدودة، وأيضا لم تكن هناك آسعة التي تدعو أو تساعد الشعب أو الجيل أنه ديمقراطية أو نشأة يعني تحت الحرية والديمقراطية. والنقطة الأخرى، مجتمعنا بما أنه بدوي مجتمع أبوي، ده برضه بيلعب دور كبير في خلفية المجتمع، أنه ما أكثر ما يكون مطيع مما هو يعبر عما في داخله وآرائه، حتى من الناحية الاجتماعية
الإطار الاجتماعي أو في إطار الأسرة أو في إطار الوطن كوطن. دي نقطة. والنقطة الأخرى كما تعلم أن الوطن الإريتري يعني دائما هو أصبح ينتقل من مستعمر إلى مستعمر، وهذه أيضا خلقت لدى الشعب الإريتري ككل عملية الطاعة، عملية الضغوطات من المستعمر حتى لا يعبر عن آرائه وفكره، وهذه أيضا كان لها تأثير في النشأة في المفهوم الديمقراطي أو لحرية التعبير من الفرد إلى المجتمع إلى الوطن. يعني بالتالي هي يعني مسألة مترابطة ومتداخلة. لكن ما يؤسف أكثر إن مرحلة الكفاح المسلح أيضا بحكم طبيعة الثورة وكذا أن الفكر توجه إلى فكر شمولي قتل ما كان بسيس من حرية التعبير ومن حرية التعبير عن رأيك وحريتك الذي بدأ نوعا ما في بداية في منتصف الأربعينيات. بالتالي مرحلة الثورة بعد مرحلة الدولة أيضا باستيلاء النظام الشمولي على مقاليد السلطة في إريتريا، ده برضو رسخ مزيد من الخوف، رسخ مزيد من عدم التعبير الإنسان كما يشاء، بل خلق الخوف في أن تعبر عن رأيك أو أن تقول شيء مما تراه. كل هذه القضايا مجتمعة خلقت هذا الوضع الذي نحن فيه إلى الآن، خاصة داخل إريتريا فيه خوف كثير واحد أن يعبر حتى عن ما يريده على مستوى الشخصي. يعني دي قضايا مترابطة أو متداخلة. طيب أنا يعني وفرت لي سؤال. أنا كنت داير أقول لك الانتقال إلى مرحلة ما بعد 91 وإفرازاته، لأنه كان لها ما لها، وإذا كان الفعل الثوري قد يكون مبرر في مرحلة الكفاح والتعبئة السياسية والتعبئة الجماهيرية، حتى السياسية ما نقدر نقول، لكن التعبئة الجماهيرية من أجل الالتفاف في مضمار الثورة. لكن تفتكر ما هي المثالب الرئيسية أو المشكلات الرئيسية الانتقال لفترة ما بعد 91 في إطار ترسيخ حرية الرأي والتعبير المسؤول والمستقل؟ أنت كيف تقرأ أستاذ أحمد؟ يعني لو كان الانتقال بكل تراكماته ماذا كان ينبغي أن يكون حتى ما نرمم ما أفرزته من فجوات فترة الكفاح؟ حقيقة هي كانت فرصة حقيقية للشعب الإريتري، لأنه عام 91 كان هي يعني لحظة تاريخية للشعب الإريتري أنه يمتلك سلطته، يمتلك دولته ويأخذ حريته. بالتالي هي كانت فرصة لبداية بناء دولة مؤسسات، دولة ديمقراطية، شعب ينعم بحرية التعبير والحرية. لكن للأسف الشديد يعني هذا لم يكن متوفر بسبب لأنه أول التنظيم الذي سيطر على السلطة لم يستطع الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، بل زل في مرحلة الثورة. في نفس الوقت حتى الحزب بما أنه كان شمولي انتقل من الحزب الشمولي إلى السيطرة الفردية للشخص الحاكم، بما أنه خلق نظام ديكتاتوري مطلق لا يتيح للوطن شيء من الحرية وحرية التعبير. ودي بصراحة كانت نكسة كبيرة بالنسبة لإريتريا ككل، وده ما خلق ما نحن فيه. لكن من المفترض كان أن تكون أول الثورة، من المفترض أن تنتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. طبعا الدولة كما تعلم أستاذ أحمد وأنت أدرى لها مؤسسات مختلفة المفروض تبنى. هذه المؤسسات بمختلف هياكلها سواء كانت برلمانية أو رئاسية، يعني الدستور والقانون، وكل هذا كان قائد في التجربة الإريترية بعد الاستقلال، وده أدى إلى ما وصل إليه الوطن ككل. النقطة الثانية أيضا حتى هذا النظام الشمولي أيضا يحمل في طياته أفكار يعني بالسيطرة، سيطرة الجزء على الجزء الآخر، إقصاء الجزء إلى الجزء الآخر، قضايا متشابكة ومتداخلة، ثقافية، سياسية، تاريخية، ده كله جاء محمول مع هذا النظام الشمولي، مما أقعد الوطن من التقدم أو من أي شيء يدل على حقيقة أنه ظهرت اسمها دولة إريتريا أو دولة ديمقراطية في البلد. وهذا عكس ما كان يتمناه وما كان يتوقعه غالبية الشعب الإريتري.
هذه إذاعة إرنا. نعم، لازلتم سيداتي سادتي مع إذاعة إرنا الدولية، ومحدثكم هو الأستاذ السيد أحمد نقاش، مسؤول مكتب الإعلام والثقافة في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ونحن سعيدين بالحديث معك أستاذ أحمد. طيب أستاذ أحمد، زي ما أنت عارف الآن لو أخذنا الشعب الإريتري كجمهور متلقي للرسالة الإعلامية، الآن هنالك، ونحن نتحدث عن مؤسسات وليس النوافذ الفردية، أو برضو في نوافذ هي تحت مسميات كثيرة ولكن تمارس ممارسات فردية. الآن هذا الجمهور إذا كان يعيش في الداخل والخارج، المهم يتلقى معلوماته من نافذتين أساسيتين. النافذة الأولى النافذة بتاعت مجموعة أسمرة والنظام، وهذا طبعا بينسحب معه تاريخه كله حتى تاريخه، يعني مما قام. وفي نافذة ثانية نافذة القوى السياسية والتنظيمات، وما نسميه في الإعلام بالمعارضة أو المقاومة. هذا الجمهور يتلقى معلوماته من هاتين النافذتين. إذا كان النظام بتاعت أسمرة ومجموعته عندهم سياسة معينة، وزي ما ذكرت وتفضلت إنه حللت فيها الكثير، كده خش علينا في النافذة الثانية دون تحديد مسميات كمان، إنه ما هي أبرز ملامح هذا الإعلام الشغال، وهو طبعا شغال من الخارج أستاذ أحمد. وبعدين حنجي للمجلس، الأسباب اللي دعت المجلس عشان ما يكون إعلام. نعم، حقيقة يعني كما ذكرت، هي إعلام النظام الحاكم طبعا معروف بتوجهاته لأنه ينطلق من الفكر الشمولي. أيضا كذلك الإعلام المقاومة أو إعلام المعارضة الإريترية هو أحسن حالا من الإعلام الموجود داخل البلد. هو فيه نوع من التعبير، حرية التعبير، يبذل كثير من الاجتهادات حتى يصل المرحلة المطلوبة من حرية الرأي وإتاحة الفرص للمواطن الإريتري في التعبير. لكن كما ذكرت سالفا أنه هذا الإعلام المعارض ما زال ضعيف، ما زال يحبو، لم يصل إلى مرحلة النضج الكامل، أو لم يصل إلى مرحلة أيضا إمكانيات كبيرة حتى يستطيع يكون إعلام يمثل المعارضة الإريترية ككل أو طموحات الشعب الإريتري، أو حتى يكون مواجه للإعلام النظام الحاكم في إريتريا. لكنه في اعتقادي هذا الإعلام أيضا ما زال يجتهد ويتقدم نوعا ما مع الزمن، لكن مع ذلك أيضا تنقصه كثير من الأشياء وخاصة الإمكانيات. الإعلام ليس مجرد كلمة تطلق، لكن للإعلام لا بد أن تتوفر إمكانيات جبارة حتى يستطيع الإعلامي أن يؤدي رسالته بشكل مطلوب، بشكل كامل. الآن أستاذ أحمد كما تعلم معظم النشطاء الإعلاميين الإريتريون ليس متفرقون تفريق كامل لهذا العمل، وده قد ينعكس على الأداء الإعلامي المعارض أو المقاوم في أدائه، لأن كل الذين يقومون على هذا الإعلام هم متطوعون أكثر مما هم متفرقون، لقلة الإمكانيات التي تتوفر لدى التنظيمات الإريترية أو لدى النشطاء الإعلاميين الإريتريين المعارضون والمقاومون. وده قد يكون فيه جانب كبير من الضعف الذي يظهر في الإعلام المعارض أو الإعلام المقاوم. لكن أعتقد في الفترات الأخيرة أصبح الاجتهادات الفردية نفسها تؤتي أكلها نوعا ما. على سبيل المثال إذاعتكم القارة، إذاعة إرنا الدولية وغيرها من الإذاعات تؤدي دورها بشكل من الأشكال، لكن يتطلب مزيد من التجويد ومزيد من التقدم على ما أعتقد. يعني إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أشكرك أستاذ أحمد باسم كل المستمعين. لو في كلمة دار تقولها في نهاية هذا اللقاء، المجال مفتوح أستاذ أحمد. بداية الشكر لك أستاذ أحمد، وكذلك الشكر إلى فريق العمل في إذاعة إرنا الدولية، ونشكركم على إتاحة مثل هذه الفرص حتى نلتقي بجماهيرنا العريضة في الداخل والخارج. وشكرا لك، وأتمنى
أن نكمل ما بقي من الحديث في قادم الأيام إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، والتقونا مستمعينا الأعزاء في الحلقة القادمة لمزيد من التعرف على مكتب الإعلام والثقافة في نفس الوقت برضو للمجلس وفق المسمى الموجود. أشكرك وأشكر أعضاء اللجنة التنفيذية وكل التنظيمات الموجودة في المجلس، وإن شاء الله إلى مزيد من النجاح. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. تقبلوا تحياتي أحمد شريف مع زميلي أحمد نقاش مسؤول الإعلام والثقافة للمجلس، وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. ألتقي بكم في موجز قصير لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم قبل نهاية فقرات برنامجنا. نجاح منقطع النظير لحفل إطلاق كتاب إريتريا والشرعية السياسية في باريس. ذكرت الصحيفة السياسية السودانية صادرة إلكترونيا وموقع أدوليس الإلكتروني بأن التجمع الإريتري في باريس نظم في ظهر يوم السبت الماضي حفل تقديم كتاب إريتريا والشرعية السياسية، والذي صدر لفتحي عثمان مؤخرا عن دار رفيق للنشر والتوزيع. في البداية قدم الأستاذ محمد عمر إدريساي تعريفا بالكاتب وعرضا لسيرته ابتداء من نضاله في الحركة الطلابية الإريترية في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، انتهاء بعمله في وزارتي الإعلام والخارجية ومكتب الرئيس، وعمله في سفارة دولة إريتريا حتى انشقاقه عن النظام عام 2012. بعد ذلك قدم الأستاذ إدريس خليفة عرضا للكتاب الذي يقع في 285 صفحة من الحجم المتوسط. وأشار الأستاذ خليفة إلى أنه الإصدار الثاني للمؤلف بعد كتاب إريتريا من حلم التحرير إلى كابوس الدكتاتورية الذي صدر عام 2014. وأكد كذلك أن الكتاب يعتبر أول كتاب يتناول الشرعية السياسية في إريتريا منذ فترة الاستعمار الإيطالي وحتى فترة التسوية الفيدرالية. خروج الرئيس الأمريكي من المستشفى يهدد بنشر الفيروس في البيت الأبيض. ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفى قبل انتهاء فترة الحجر الصحي والعلاج قد تؤدي إلى نشر فيروس كورونا في أوساط موظفي البيت الأبيض، حيث أشارت هذه الوسائل إلى أن أعداد الإصابات في أوساط الموظفين في البيت الأبيض تتزايد. مخاوف من انتشار حمى الكنكشة في غرب السودان. أكد موقع بوابة أفريقيا الإخباري المتخصص في الشأن الأفريقي أن وزارة الصحة بولاية غرب دارفور السودانية أعلنت عن إصابة 41 شخصا بحمى الشيكوغونيا الكنكشة من جملة 52 حالة اشتباه تم فحصها في المعمل المركزي في الخرطوم. وقال والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدوما في إفادات لوسائل الإعلام أن الوضع مقلق، وأعلن فرض حالة الطوارئ الصحية في الولاية لمواجهة الوباء والاهتمام بصحة المواطن. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية لإذاعتنا من باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.